حبايبنا، عندنا 3 طبخات. طبخة بتكون من لحمة يوس. ورينا. ما شاء الله، ما شاء الله، يا سلام. تمام. وعندنا برضو مضغوط الدجاج، وعندنا مضغوط الحاشي. أول شيء بنبدأ في طبخ الحاشي. أول شيء حط الزيت، والآن بصل. هنا اللحم، وهنا ايش؟ الدجاج. طيب ممتاز. كلها الثلاثة بنبدأ فيها مع بعض. الحاشي، الزيت برضو ضاف، الحاشي واللحم التيوس والدجاج. إضافة الطماطم، هذا اللي هنا باقي برضو بتحط. ممتاز. وهذا على الدجاج. طبعا عشان بدينا هنا، فما شاء الله الكوتشنة جهزت قبل اللي هنا وقبل الأخير. شوفوا هذا الحاشي، ما شاء الله. شوفوا هذا الحاشي ما شاء الله. هذه خلاص الكشن هنا جهزت للدجاج هذا الدجاج، وهنا للحم التيوس، وهذا الحاشي. شوفوا اللحم كيف ما شاء الله. هذا اللحم البلدي. يلا بسم الله. هذا هنا الحاشي، هذا اللحم. ما شاء الله. الدجاج مبرد. ها حلو. هنا بيحط المويه، وهنا المويه ما شاء الله على الحاشي. هنا اضافه المويه برضه على اللحم. ما شاء الله، ما شاء الله. باقي الدجاج وكذا تمام. إضافة البهارات مع هذه اللي تشوفونها بالمقطع، كلهم زي بعض. أيوة. نفس النوع البهارات أيوة. هذا خلاص عندنا الحاشي ما شاء الله. شوية بيغطي عليه 5 دقائق نار عالية. ما يحتاج إضافة الملح، لأنه أصلا صحن البهارات كان فيه الملح، بس أنا ما انتبهت. هو قال لي لا خلاص حطينا الملح. فالآن شوية ويغطي. خلاص كذا بيغطي. وهنا نغطي على اللحم. خلاص هنا بيغطي على الدجاج ولحد ما يستوي. طيب كذا جهز معانا خلاص طبخ اللحم والدجاج برضو في الجهة الثانية. والدجاج كذلك. ما شاء الله. هذا الحاشي. بتضيف الرز على هذا رز ايش؟ مزة؟ ايوه ممتاز. ما شاء الله. يقولوا الرز مغسل ومنقوع. ما شاء الله، ما شاء الله. هذا رز ابو بنت. ممتاز. برضه مغسل بس مو منقوع ولا منقوع؟ ايوه منقوع. منقوع برضه ابو بنت. يلا. ابو بنت طبعا هذا رز امريكي.
رز ايش؟ ابو بنت ولا مزه؟ مزة. مزه. هذا هنا الحاشي خلاص، يقول 5 دقائق ويغطي. طبعا كامل الطبخ يعني يمكن يوصل خاصة على هذا ممكن 50 دقيقة 55 دقيقة ويكون جاهز. الدجاج هو الأسرع، يمكن 40 دقيقة الدجاج ما يطول، بس احنا حاولنا نخليهم كلهم وقتهم مع بعض لأجل التصوير يعني. هنا يقفل الحاشي. كم الوقت؟ الرز 20 دقيقة. 20 على نار هادية. سبحان الله، كل مطعم له تكنيك مختلف. وهنا برضو نفس الشيء حتى على الرز ابو بنت 20 دقيقة ولا اقل؟ 15 دقيقة. كم؟ 15 دقيقة. 15. هذا القدر مكروف كرف ما شاء الله. الدجاج كم؟ نفس الوقت 15. اول ما يجهز الرز نصور معاكم ان شاء الله. طيب هذا الحاشي وجهز معنا. سلام ما شاء الله. ما شاء الله. هذا برز المزة ها. هذا هنا مضغوط الحاشي. يا اخوان انا جربت الان واكلت اللي هنا، والله لذيذ لذيذ لذيذ، صدمني صراحة بالطعم، لذيذ مرة. يلا نشوف الأصناف الثانية باقي. ايش اللحم؟ ما شاء الله. هذا رز ايش؟ ده ابو بنت. ابو بنت. اصلا دائما ابو بنت يطلع الدهن فوق، واول ما لو انا منتظر شويه بس قبل ما نفتح كل الدهن تحت. انا عارف، ها انا عارف. ايوه عارف انا دائما اطبخ ويجون يقول لك لا مليان مويه وما ادري ايش. ها شوفوا كيف. هذا ابو دمعه. ها نغرف الان. ورينا السوا. ايوه اضغط. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ممتاز. اوه يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. على الصحن نغرف نستوي مره. ايوه هذا. اوه اذا صار زي كذا، اذا يطلع زي كذا هذا ابو دمعه يسموه. ابو دمعه معروف. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحاشي، هذا اللحم ما شاء الله، وهذا الدجاج. ايوه برز المزه. يلا حبيبنا. ما شاء الله. طيب نغرف الدجاج. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحاشي، وهذا مضغوط لحمة يوس، وهذا الدجاج. وبكذا وصلنا إلى نهاية تغطية اليوم. أتمنى هذا المقطع نال على إعجابكم. نشوفكم في تغطيات قادمة. فأمان الله.